السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وتكون صحتكم مزيانه ان شاء الله. اليوم غنقترح عليكم حليوه سهله بدون فرن. اهم حاجه كتوجد في الحين وكتجي لذيذه بزاف، مكونات اللي هي بسيطه ولذيذه في نفس الوقت. خليكم مع طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجوا لهذه الحليوه السهله. بالنسبه للمكونات عندي هنايا 4 تاع كاوكاو الاحمر اللي سبق ليا حمرته وقشرته. غادي نهرمشو، ما طحنوش بزاف، يعني غير كنهرمشوه باش كتجي الحليوه ديالنا فيها شي حاجه اللي فيها تقرميشه، ما يجيش داكشي معلك بزاف. صافي غير على هذا الشكل. غادي ناخذ كذلك هذا النوع ديال البسكوي، انا استعملت هذا كيجي زوين حتى هو. غادي ناخذ غادي نطحنو اولا غادي نهرمشو حتى هو بنفس الطريقه. من الاحسن هذا النوع تيعطيكم واحد الكميه اللي هي مزيانه. صافي حتى هو غادي ندوزو بنفس الطريقه. تنحاول انني نخليه مهرمش شويه، ما يوليش دقيق دقيق 100%. انتما كيف ما كتشوفوا صافي. حتى هو غادي نضيفو على كاوكاو اللي سبق ليا حتى هو طحنته. وغادي ناخذ تقريبا واحد الكميه ديال الفويتين كما كتشوفوا، تقريبا نص زلافه مع هاد الكميه ديال الكاوكاو والبسكوي اللي درت. غادي نخلط الناشف مع بعضياتهم. وبالنسبه لي انا هنا غادي نخلط بالعسل، يعني ما غادي نزيد حتى شي اضافه نهائيه لان العسل حلو. وما غنسمو بتا حاجه لان بغيت المذاق ديال الفويتين والبسكوي والكاوكاو يبقى ليا هكاك على طبيعته. ممكن تجمعوا بالكراميل نيسلي اولا غير الصلصه ديال الكراميل، يعني جمعوا باش بغيتو بطبيعه الحال. انا متوفر عندي العسل جمعته بالعسل، لكم الاختيار بين هاد الجوج. ضروري غنبقى نضيف غير بشويه بشويه ديال العسل حتى تجمع ليا الخليط ديالي وتبدا نشكلو، يعني تكون لينا هكا واحد الكويره اللي شاده في راسها، يعني ما يبقاش لكم هكا مفرتت. وما تكتروش وما تضيفوش العسل بمره، يعني كنضيفو غير بشويه بشويه حتى نتحصلوا على القوام اللي حنا باغيين. كنحاولوا نحلو لان العسل كيتجمع لينا في واحد البلاصه وكيبان لينا بان صافي دخل وهو تيكون باقي، يعني من الاحسن نعطيوه الوقت صافي حتى نجمعوه. هنا مازال غادي خصني نزيد. وصافي هنايا راني شكلتهم، يعني كنحاول نهز داكشي عشوائي وبشويه بشويه كنبدا نكورهم، يعني كنديرهم غير في هذا القياس هذا كيجيو صغيورين على قد دوك الكويرطات. كنحاول انني نكورهم مزيان باش يجيوني ساهلين في التزيين. صافي غادي نستمر بهذا الشكل وغادي ندوب واحد الكميه ديال الشوكولات الاسود. من الاحسن يكون نوعيه المزيانه باش يكون المذاق ديالو زوين، يعني ملي ناكلو نحسو بواحد المذاق ديال الشوكولا مع هاد المكونات، شي حاجه اللي هي بنينه. وخديت كذلك كاوكاو اونكاسي اللي سبق لي حمرته واحد شويه ودرتو في هاد الشوكولات كما كتلاحظوا، وكنبدا نلوح الحبات ديالي في داك الشوكولات ومباشره الكويرطات بكل سهوله. ما كتاخدش الوقت نهائيا، هاد الحليوه بسرعه 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 كتوجد. صافي فقط تاخدنا الوقت غير باش اننا ندوزوه في الشوكولا ونحطوه في الكويرطات، وتا هو ما كياخدش وقت طويل نهائيا. صافي كنستمر بهذا الشكل. وانا غادي نزينو من الفوق بشويه ديال الفويتين باش نذكر بان راني دايره من الداخل، وكيعطيه في نفس الوقت واحد المنظر اللي هو زوين.
يمكن لكم تخليوها غير هكاك اولا ديروا اللي كتفضلوا من طبيعه الحال، كتبقى غير الفكره وكل واحد كيدير داكشي اللي كيفضل من طبيعه الحال. كنتمنى تعجبكم هاد الحليوه اللي شاركت معكم اليوم، سهله بسيطه وكتجي زوينه كيبغيوها الوليدات. صافي فقط بهذا الشكل كندير ليه غير شويه شويه هكا من الفوق، ممكن تزينوا باش بغيتو كما قلت لكم. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحلوه ديالي كامله. بطبيعه الحال كنخليها حتى كتبرد كتشد فراسها مزيان وعاد كنقدروا اننا نجمعوها. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كملتها بطبيعه الحال. صراحه كتجي زوينه هاد الحلوه، كتجي بنينه فيها واحد التعليكه واحد التقرميشه من الداخل رائعه. ما كتجيش صراحه شي حاجه اللي عاديه وخفيفه على الفم، ما كتجيش ثقيله بداك الكاوكاو، يعني كتجي بالعكس ملي كنزيدوا لها البسكوي والفويتين ما بين الخفه واللذه والقرمشه. ما نعاودش لكم، شوفوا المنظر ديالها من الداخل كيفاش داير، بالخصوص الا درتو نوعيه تاع الشوكولات برا مزيانه ما غتشبعوهاش نهائيا، ما غتسخاوش بها، يعني منين تبداوها ما غتقدروش تحبسوا. كتجي بنينه بنينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق، وما تنساونيش اخواتي من لايكات ديالكم، تخليو لي شي تعليق محفز علاش لا. شكرا لكم، مع السلامه، الى الفيديو القادم ان شاء الله.